I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. أجواء لا يعلى عليها. I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. ما شاء الله آسيا، أحلى روائح الطبيعة. اسمه بين الشمس، طبيعة عجيبة. طبيعة طول ما احنا ماشيين زي هيك جبال. ما شاء الله. ما شاء الله الأجواء، شايفين كيف أجواء الطبيعية هون، أجواء الطبيعة ما شاء الله. كل الطرق زي جبال وديان وخضرة، إشي ما شاء الله. ما شاء الله الراحة النفسية، أنا اللي حاسس بالراحة النفسية اللي حاسها في هاي البلد يا إخوان، والله ما حسيتها لا بأوروبا ولا بأي مكان. موجود نفس هيك بآسيا ورواقة. الله هذا الشعور بحبه، هذا الشعور بحبه صدقا. واحنا رايحين على عند راهم وقفنا بالطريق عند منطقة كثير 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 حلوة. سألت أهل المنطقة شو اسمها، حكوا لي عين جمل. هيك تنفض إن شاء الله أكون حكيتها صح. شوفوا ما أجملها، طبيعة خلابة، طبيعة خلابة، ما أجمل عيشتهم. سامعين بس أنتوا صوت العصافير؟ حرفيا روائح الطبيعة بتجنن يا جماعة. مش مصدق إنه يعني أنا سمعت عن تونس إنها حلوة، ما كنتش أعرف إنها بهالجمال هذا. البرتقال طعمه مش طبيعي يا ولدي، ماسكاه صح، زاكي كثير حتى برتقال. حدود جزائرية في كل مكان. برتقال التونسي يا ولدي والله مش طبيعي، طعمه خيالي. قرميد الأحمر، احنا نقولوا، انتوا تقولوا قرمود، احنا نقولوا قرميد. شو رايك بالقرمود يا عيسى؟ من لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. يعيش أبد الدهر بين الحفر. ايه عيسى، ايه. هذول شهداء ثورة 14 جانفي. الله يرحمه. عيسى تعرف هاي ايش؟ هاي سويسرا. واو واو عن جد واو. شوف سويسرا، سويسرا العرب، سويسرا سويسرا. يا الله ما احلاها. طبعا كلها قرميد هيك عاملين زي النظام السويسري، والغابات حوالينا، صوت العصافير اشي خيالي. واو. ما شاء الله ما شاء الله على هالجو. اللهم صل على سيدنا محمد مع الشجر. الله كيف غابة غابة، وصوت الديوك، صوت العصافير كل مكان. تسمعش صخب المدينة، تسمع صخب الطبيعة.
مكان باهي برشا صح؟ حاليا احنا بمنطقة عند دراهم. شايفين هم البيوت من الشجر، شجر مغطية، بس انه الفكرة حلوة وهيك ونس وخياع وحركات. ما احلى البيوت ما شاء الله، منطقة جنة. يلا نروح مكان اعلى. الشلالات يلا. الله ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا اخوان جندوبة وعندكم بني مطير، احنا ندخل من بني مطير عشان نروح على افضل سد هون بهاي المنطقة، شلالات بني مطير بهذا المنطقة، وفي عين دراهم. هاي بني مطير طبعا زي ما انتم شايفين كله جبال عمد البصر والشجر، يا الله الطبيعة ما احلاها. تقولون عين دراهم فلان جندوبة، اوكي احنا نروح على بني مطير الان. هاي بني مطير توكل على الله. ما شاء الله ما شاء الله. عيسى ما شاء الله. داخلين احنا جوا غابة الآن يا اخوان. أنا خجلان أصيح، خجلان أطلع صوتي بسبب إيش؟ الطبيعة. ما أحلى صوت الطبيعة، وما أحلى صوت العصافير، ما أحلى صوت المي، ما أحلى صوت الشلالات. كل مكان فيه مية، دليل إنه شتت شكلها باقي تمطر مطر بالليل، فكل مكان بالشارع ماء. يعني إحنا شهر 3 رمضان جاي ولسه بتمطر في تونس زي ما أنتم شايفين. مناطق سياحية ما شاء الله. من الكلام اللي بدي اقول لكم اياه هسه حتحسوا بالراحة النفسية. المناظر هاي بتخلي الواحد ارتاح نفسيا، شعور خيالي. يا الله كأني انا بحلم مش بحقيقة، كأني بعالم اخر، جاي بمركبة فضاء منتقل من عالمنا وجاي على عالم ثاني. يا الله كيف الطبيعة، غابات زي الامازون تروبيكال كنتري ما شاء الله. طيب حتى هون في عندهم خريف كمان، تساقط الشجر، تساقط اوراق الشجر.
كيف. هسه شوفونا بيلعبوا جيم. الغابة ثروة طبيعة، منتزه عالي مصغر. هون بيلعبوا جيم فوق. هي عند راهم. الطبيعة. هسه بننزل على الشلالات. شلالات بني مطير. سلام. احنا الان وصلنا على بني مطير، شلالات بني مطير. راح نروح نستكشف الطبيعة مع بعض هنا. واحنا مرينا بخط طويل كله اشجار زي هيك، بس نسمع بالعصافير، نسمع صوت الطبيعة الحقيقي. هي اول تجربة باخوضها بحياتي زي هيك. راح ننتقل ونروح مع بعض على شلالات بني مطير. والناس هنا مبسوطة، قاعدين كله بشوي على الفحم وباكل على الفحم. ماركت بلدان. يعني راح ناكل معكم اليوم؟ اوه عزمونا يا لطفي، عزمونا. ما شاء الله ما شاء الله. مين طبخ؟ مهدي. ما شاء الله. جلبانة بالدجاج، رائحتها شهية. يا الله. شايف الكرم التونسي يا لطفي؟ قال لك تفضل. صحتين وعافية، صحتين وعافية. كاليتوس مقطر، كاليتوس مقطر. هذا من الشجر صح؟ نشم ريحته؟ بس مش كثير قوي. ليش؟ فيكس أنا عارف إنه فيكس. عندك المادة تبعته؟ وينها؟ الورق بتاعك؟ قطرة وين؟ ثم ورق بتاع فيك. ايش هذا بتاكلوه صح؟ تشرب منه هذا. شرب هذا فليكس زي الفيكس، زي الفيكس. هذاك الزيت القطر. ما شاء الله. هذا ايش؟ زقوق العسيل شمسي مش محروق. تاكل هذا؟ اي كول على زقوقه؟ والله طعمه زاكي. اسمه زقوق. هذا ايش هذا؟ شربة رمضان. شربة رمضان. رمضان قرب. كم يوم برمضان؟ 5 أيام. 5 أيام ضايل رمضان. رمضانك مبارك. هذا السيف خشب. ما شاء الله. اسمع هذا زي هيك بكم زي هيك؟ 12 دينار. يعني كم؟ يعني كم يورو؟ طبيعة لطفي. احنا نتعلم. عيسى اختفى. عيسى من سجاز. لما فيك السرقة. لا كمان حلحان جديد عجل هو كويس. تي احمر اكثر قوار. تي ايه تي. شاي. وين الشاي؟ اخضر ولا احمر؟ لا من المليح هذاك اللي لونه اخضر. نشربه دائما. تي اخضر. تاخذ نشرب الشاي عنده. يلا روح. صورته؟ انت طفحته. بلوز ولا عاد؟ بلوز ولا عاد؟ ايش يعني؟ لا دور ريدك خاطره سخون. اوكي. بلوز ولا عاد؟ بدنا باللوز ولا عاد يا لطفي؟ اختار اللي تحب. يعني ايش باللوز؟ احطه فوق لوز؟ حط في وسطه. صور حط له. هذا طافح. هذا طافح. بدناش باللوز خلاص. طافح لانه. ليه تايب احمر. واو. بسم الله. مع الطبيعة. انت خطير. خطير المعلم.
يا سلام عليك شاي. ربي معاك عايش تعيش. اسمع ايش اخذ الشيء عاد حطي. رهيب 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 جدا. ما شاء الله. اسمع عندك اتاي مش طبيعي انت. ها والله. هي مشهورة عند الخيل الليبية. كل وجي ونعمل بلايص. يجوا عندك. خذ خير البيئة دي. خذ يلا. ها شوي. خذ اعطينا الصورة. هاي الشاي تبعنا. أي خذ له صورة انت. دقيقة او خذي لي. غزل ليش خليكم طاين صعب. خليها. ايش غزال؟ عاد ما يهمنيش. لنا كيك بعيد. السلام عليكم. أخوي السلام. وعرض عندنا الجبل عندنا سبحان خليل. بيني لي الحطب بيني كل شيء. انت عامل كوخ مرتب عندك هنا. كوخ. هي الصالون. والصالون وينه؟ هاي. عايشك. عايشك. عيسى اسكت. راح عليك نص عمرك يا عيسى. راح عليك نص عمرك يا عيسى. شاي خرافي. راح عليك شاي خرافي مع الكوخ هذا. وين الصالون؟ هذا الصالون. يعني بنقدر هون نشرب الشاي. تعال يا استاذ. تعال والله حاس حالي انا بالفلبين باسف. حاس حالي. لا يسعدك. وعربي. هذا عربي. اشرب شاي. هو هون قاعده مرتبه. شو رايك يا عيسى؟ شو رايك في الجو؟ احكي لي الصراحه. شي فخر. ايوه. طيب سعد. هلا كيف؟ هذا مش متعود يمشي مسكين. لا يا زلمه. كل يوم 15 كيلو متر على ساعة. والله ما شاء الله. 15 كيلو. وصلنا عند دراهم سمعت؟ من اجمل المناطق اللي رأتها عين. هسه بس نشرب شاي ونعيش الاجواء هون. بفرجيكم باخذكم لفه بالجنه. اشي بجنه. حضرني واخذ اجازه. بنزل اسبح. لطفي انت غدرتني. انت ماخذ شاي قوي قاسح احمر وانا ماخذ شاي اخضر. عايش قوي. صح وبشفي. محمد ديك. عايش. خوي. شاي روقان. طبيعي كيف؟ والله وين نحط هاي؟ مش عندك؟ السلام عليكم. اخوي بدنا فيش عندنا كيس بس نحط هاي فيه عشان نحافظ على الطبيعه. انا عارف بس. هي موجود. في الله يحافظ على الموضوع. بدك اياها لطفي؟ يا اخي انا بالامازون ولا وين يا لطفي؟ انت ضيعت. كنا بمركبة فضائية لقينا حالنا هون. اسمع. كنا بمركبة فضائية لقينا حالنا من هون. اسمع الصوت. بس احنا بأي عالم؟ بأي عالم يا عيسى؟ واو 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 ما شاء الله. واو هاي جنس الخضرة اللي ما حد يعرف عنها شيء. هاي الخضرة بسم الله ما شاء الله. مثل tropical countries مثل آسيا. طبيعة خلابة جدا. فعليا أنا حاسس حالي الآن في عالم آخر. هيك راح نفسي لطفي. أنا الآن ما بدي حد يزعجني. أنا بمود الآن مروق. لو تقول لي فيها صقر $1,000,000 تستناك أقول لك والله العظيم ما نتحرك. والله العظيم. ضل هون أروق بعدين أفكر $1,000,000. ها؟ يا الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد.
فعليا عالم آخر. فعليا عالم آخر. لا. والله باهية برشا. منظر باهي برشا فعليا. إشي خيالي. هاي الأجواء خلتني مصدوم، خلتني أبطل أعرف أحكي. الأجواء هاي مش طبيعية يا إخوان، رهيبة جدا. هاي الأجواء لأبو الصقور فعليا بحبها. هاي هي طبيعة تونس زي ما أنتم شايفين وشلالاتها. بدي أقعد هنا أسترخي، أعمل استرخاء، استجمام ساعة نص ساعة، بعيد عن الكاميرا، بعيد عن السوشيال ميديا، بس أركز في المناظر اللي وراي وبس. هركز بس في المناظر اللي وراي وبس. فهركز بس بالشلال وبس. داخلين بالادغال. لا توقع. زحلقت. اوكي انا مش حنزل. لا انزل يا اخي جرب. لا تزحلق. يا زلمه جرب عادي انزل. بسم الله. امسك سيبك لا تتزحلق، هو نزل من غاز سقف. لا انا بدي انزلها. هون البنت تنكسر. عيسى يا عيسى. اوعى مش اوعى صقير، ترى انا عارفك تعمل باك فليب. اوعى. المنطقة كأنك حرفيا بالخيال، تهبل. فيش فيها نفس قبل ما اطلع الدرج. اسمعوا هسا راح انزل الدرج معكم افرجيكم بس خطواتي والمنطقة. كمان لتحت شلالات، هذول الشلالات داخل الغابات نفسها. حاس شعور بجنن. هسا في اثنين حيتكرفتوا. سيسو ميمو بالبحر. هسا بلاقيك ساحل مع المي. سيسو ميمو. لا شوف هذي. اوه تاخذ لي صورة إلها بس. مبين الشلال. سمعت نمشي. شوي. كيف مسكين؟ أحلى شيء إحنا السياح الوحيدين هون هلا في الوقت الحالي هون إحنا السياح الوحيدين. أنا ولطفي وعيسى. ما ضلش نحن سياح. باهي برشا. بنطلوني. يلا تصورنا وتزحلقت وتمرمطت. درج متعب مهلك. تعرف الزير سالم؟ ما بعرف الزير سالم. هذا قصدك عندك سيف خالد بن الوليد. سيف خالد بن الوليد. اضرب يا زلمه. على خفيف على خفيف. على خفيف. واه لا هي كيف تيجي؟ طيب كيف تيجي؟ 1 2 لا تنزل تحت 2 3 بعديها 4 بعديها سقي نروح. لطفي شو الاخبار؟ لو انا بزبط دخلوا معنا على المسار لحتى ما بزبطش. ممنوع. من الجبل وين شجره؟ هذا شجر شو اسمه هذا الشجر؟ زينة. ايه شو هو؟ ايش عند زينه؟
شجر اسمه زين. الزين اخوي يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. اخذنا شوية طاشات من الجو. مرحبا بكم. ما شاء الله اشي مش طبيعي يا اخوان. كي شجرة التوت. حبة. هاي تتاكل ولا ما تتاكلش؟ ما تتاكل. اوكي. هاي هي هيك شجرتها ولا شو؟ هاي ولا انتم بتزرعوها؟ نزرعوها في المحبس هذا. اوكي. اوه اخيرا رجعنا على السيارة. استمتعتوا؟ استمتاع برشح. ما شاء الله ما شاء الله. ايش رايك يا سجور؟ جو رهيب. زقوقو. زقوقو زقوقو. زقوقو بدي اجرب الزقوقو. بيحكوا بتاكل هيك زقوقو. ما لقيتش لسه مسهل. زقوقو. بسم الله. زقوقو زقوقو زقوقو. زقوقو بسم الله. زقوقو. شو رايك بالزقوقو؟ هذا اللي الصنوبر عندنا. ايوه كيفت عليها. هاي عرفوا عيسى وكيف عليه. هات شوي هات. هات حط بيدي. زقوقو. زقوق. طيب بسم الله. هاي في نقطة عرفتها اليوم. الزقوق هذا بيعملوه بعيد المولد النبوي الشريف، وهي الدولة العربية الوحيدة بتعمل هذا الشيء. والزقوق هذا اكلوه مع العصيدة كمان. عصيدة. الزقوق نفسه الصنوبر يا اخوان بيجيبوه من الجبال، فمتعب جدا. كيلته تقريبا ما يعادل 10 دولار. هذا نص كيلو شرناه ب 3 دولار تقريبا. بعيد مولد النبوي الشريف بيرتفع هذا، لانه بتونس عندهم عاداتهم وتقاليدهم بيعملوه بعيد المولد النبوي الشريف برضه. نحن عايزين نزينوها بالفواكه ونزين. شوفوا هاي هي حصيدة الزقوق يا اخوان، وبتتزين بالفواكه وبالشغلات. هاي مرتب لازم نجربها. هاي وين ممكن؟ ما هيش وقتها. ما هيش مشكلة، ما فيش مش وقتها. لو انه وقتها كان جربناها. زقوقه يا الله بدي اجرب. استنى او بجيكم بعيد مولد نبوي الشريف عشان اجرب. هذا مش وقتها. يا سلام. ايش تعملوا انتم في العيد الواحد المولد؟ بتنصدم شو بنعمل. بتنصدم ولا شيء. بمر كانه يوم عادي. في بالك نحن بيعملوا هون الحصيد العربي الزبده او زيت الزيتون في عيد المولد النبوي الشريف. هاي الشغلات انا اكتشفتها في المغرب العربي، سواء في الجزائر والمغرب وحتى هنا في تونس، فبيحتفلوا. احنا في الاردن او بلاد الشام، انا خلينا نتكلم عن الاردن تحديدا. الاردن ما يعملوش شيء، بس بقول لك في اجازه عشان بكره عيد مولد النبوي الشريف. ففعليا نقعد بس نسبح ونصلي على رسول الله وهكذا. بس ما بنحتفل يعني، وبنعمل اكلات معينه. هسه هاي هي حصيده السميد برضه بيعملوها هاي من عيد مولد النبوي الشريف. ما شاء الله شكلها بشهي. ناكل على الطريق. يا جماعة كيف اليوم هيك صار بالنسبة؟ يا ربي. بس امسك بالله صورها.